شكون هو عمر الزاهي؟ انا الكوي الكي مخفي والكي فذات الابرالي. زاد عمر الزاهي في تيزي مزوف في 1 جونفي 1941. 5 سنين في عمره خداه جدو معاه للعصير، الحومه يسقولها الروم فالي. جدو كانت عنده قهوه كيما كتشاوا عايشين به. دخل يقرا عمر في مسيد اسمه الشبيبه، يقولوا كان عاقل وحساس ويحس بالغربه بعيد على والديه. قرا 10 سنين وخرج يحوس على خدمه، حاط له مصروف في جيبو. هذاك الوقت للجزائريين عندك زوج الفلاحه ولا البور، تحمل وتهبط سلعه. وهنا خدم عمر 3 سنين. عمر المراهق كان عايش في وقت الشعبي هو كلش، يحضر العراس وصحابه في السطوح تاع القصبه، قعدات في القهاوي الله الله. كيما بزاف نتاجو عاشق في الموسيقى والشعب، حب يخنش فيها ولكن ما عنده والو، حتى الجيتاره ما عنده سمتها. ولكن عنده جيرانه والناس اللي تربى معاهم كامل يحبوه ويعرفوا ظروفه. عيله من جيرانه اسمهم بلمو عندهم جيتاره وخلوها له العمر يسنتر بها الزوالي. عمر حس بواش حسيت انا نهار جبت الجيتاره الاولى تاعي، فرحه ونشوه وحكمها ما حبش يطلقها. يقعد قدام المسيد فوق صندوق حطب ويسنتر، كاينش ما يفهم كيفاش تخدم هذه الاله. يجوزوا الايامات ويبدا يحرك في صبعته ويتعلم باينه ويزيد يتحمس كي يتعلم باش يزيد يتعلم. قرر يدخل في دوره صغيره يتعلم السولفاج ويقرا السلام الموسيقي باش تفهلوا اللعب. كيما جميع فنان عمر حب وجمع العنقيس اللي يسبقوه، كان معروف اصلا وكان يغني غناه ويعاندوا لدرجه انه اختار سمعوا العنقيس قال لهم هذا انا اللي راني نغني. عمر تعلم من العنقيس بزاف وفهم واش معناتها لحن ولا مرمى. يغني عمر اصحابه واختارت في القهاوي تحت اسم عمر العنقيس حتى 63 وين خدم لاول مره عرس شعبي، غنى قصايد ومعاه درابكي وبونجو. بشويه بدا يعرف ناس يعرفوا مليح القصايد الشعريه الساوس تاع الشعبي، اهمهم اسمه قدور بشطوب اللي تلاقى معاه خطره زهر في القهوه. شاف عمر يغني راح عطى له ملاحظات صغيره وراح حوس عليه ولقاه وبقى معاه 20 سنه يتعلم. كاين وين كل يوم كانوا يتلاقوا بالسوايع، عمر يريح مربع يديه ويسمع ويفهم كل حاجه لازمه. المهم يكمل يخدم غير تم العراس القهاوي حتى يجي الراجل اللي راح يبدل له حياته، اللي راح يخرجوا من حومته للعالميه. ابوني لحقك الجزء الثاني.